يعطيكم العافية. كل عام وانتم بألف خير بمناسبة عيد الفطر السعيد. وبهالمناسبة بدنا نحضر معمول العيد بطريقة كتير سهلة وناجحة ومضمونة 100%. تابعوا معي الفيديو للآخر لتشوفوا طريقة العمل. بالبداية عندي كيلو من الطحين، طحين الفرخة السميد الناعم. ضفت فوقه كيلو من الطحين متعدد الاستعمالات. رح أضيف على المعمول نكهة المحلب ملعقة صغيرة، ونص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. البيكنج باودر إذا كترناه بيفرط عنا المعمول، وربع ملعقة صغيرة من الكربونات الصودا. هون بالنسبة للسمنة أنا استخدمت كوب إلا ربع من السمنة، وأنا بنصحكم ما تضيفوا السمنة كلها لأنه طحين عن طحين بيختلف. مرات ما بنحتاج الكيلو كله، مرات بنحتاج أنقص حسب نوعية السميد والطحين عنا. أنا كنت عاملة حساب إني أضيف كيلو السمنة كله، فما احتجت إلا كوب إلا ربع. بدي أفركم بهذه الطريقة وبدي أخذ وقتي بالفرك، يعني تقريبا بدي أفركم شي 10 دقايق لأحصل على هيدي النتيجة. وقد تكمش معي العجينة معناتها ما بحاجة أبدا لبعد سمنة. إذا فرطت بإيدنا منضيفها بعد شوية سمنة. هون أنا بدي غلفها بالنايلون وبدي حطها بالبراد لمدة 2 ل 3 ساعات، وفيني حطها أكتر إذا عندي وقت، وإذا لا أقل شي 2 ساعات. بهيدا الوقت أنا رح كسر الجوز. أنا ما بدي أفرم الجوز على المكنة لأنه بدي إياه فرمه يكون خشن، بيطلع أطيب بالمعمول. فرح أحطهم بكيس بهيدي الطريقة، وبمرق الشوبك عليهم مثل ما نكون شايفين. وبالنسبة للتمر أنا بحب نوعية هيدا التمر أكتر من التمر المعجون. بقيم منه البذر وبختار النوعية الطرية كرمال وقت العجن ينعجنوا معي بسهولة. انتو فيكن تستخدموا المعجون مثل ما بتحبوا، هيدا الشي بيرجع لذوقكم. وبعد مرور 3 ساعات على العجينة بدي فتفتها وكسرها بهيدي الطريقة بالملعقة، وبضيف فوقها 4 ملاعق من الحليب البودرة. و6 ملاعق من القطر. وكبايتين مي يكونوا باردين من التلاجة. ضروري يكونوا باردين المي لحتى ما يتفاعل عنا الجلوتين بالطحين وما بينجح معنا المعمول. كمان في ملاحظة، ما تضيفوا المي كلها لحتى تتأكدوا قد ايه العجينة بحاجة للمي. مثل ما قلنا لأنه الطحين عن الطحين بيختلف والسميد عن السميد بيختلف. هلأ بدي لم العجينة بهذه الطريقة، ما بدي كتير أعجنها، بس بدي لمها على بعضها. وضفت فوقها تقريبا 2 ملعقة من المزهر. من بعد ما لميت العجينة على بعضها واختلطت بكل المكونات، شوفوا ملمسها ما شاء الله ناعم وناجح 100%. هلأ رح ارجع حطها بالبراد لمدة نص ساعة. لحشوة التمر بيحتاج ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة من السمنة، وبعجنهم لأحصل على التمر معجون. أما لحشوة الجوز بحتاج 2 ملعقتين كبار من السكر البودرة، تقريبا ملعقة كبيرة من القطر، وملعقة كبيرة من السمنة،
ورشة من المزهر. وبخلطهم منيح لحتى يتماسكوا عندي بهيدا الشكل. هيك عجينتي صارت جاهزة للتشكيل. بنفتح العجينة بهيدي الطريقة. ما شاء الله عجينة ناجحة 100%، ما فيها تشققات وناعمة تقريبا مثل عجينة الغريبة. بحط التمر وبكورها مثل ما انكم شايفين، طريقتها كتير سهلة. وبلتها بطحين فرخة كرمال ما تلزق عنا بالقالب. هيدي الطريقة اتبعوها أحبابي، كتير سهلة وما بتغلبنا أبدا ولا بتلزق بالقالب. بالنسبة للقوالب، في كتير قوالب وأشكال منجيبهم لتشكيل المعمول. شايفين ما شاء الله. رح أعمل وحدة بالجوز. هلا رح أعمل حشوة الجوز. أحبابي بهيدي الأثناء أنا وحضر المعمول كل شي بيصير عندي جاهز، وبحطه بالبراد كرمال ما تسوح عنا السمنة. شايفين ما شاء الله طلعوا عندي كمية وفيرة بعد ما خلصت الكمية. وبالنسبة للفرن بدي حمي الفرن مسبقا وحط صينيتي بوسط الفرن، وبصراحة ما بدي اتركهم وابعد عنهم لأنه ما بياخدوا وقت أبدا. بالنسبة لإلي شعلت الفرن من تحت وبعدين شعلت من فوق لحتى حصلت على هيدا اللون. أحبابي وقت نشيلهم بالفرن بنلاقيهم شوي طرايا، هيدا هو القوام المطلوب، لأنه بس يبردوا رح يرجعوا يتماسكوا عنا. ما بندقرن أحبابي لحتى يبردوا تماما كرمال ما يفرطوا ويفتفتوا معنا. بالنسبة للمعمول الجوز بدنا نرشه بالسكر البودرة، أما التمر فمنتركه سادة. أنا بفضل رش السكر البودرة هن وسخنين بعد ما بيطلعوا من الفرن مباشرة. وهيك أنا بكون وصلت لنهاية الفيديو. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون عجبكم. اشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وفعلوا الجرس وحطوا لايك للفيديو إذا عجبكم لحتى يوصلكم كل جديد. أهلا وسهلا فيكم بقناة أكلات إيمان الشهية.